شاعرة ومترجمة سورية وسفيرة للسلام العالمي. أنا اليوم هنا في النمسا بدعوة من البيت العربي النمساوي لإحياء هذه التظاهرة الثقافية. أنا جدا سعيدة ومسرورة ويشرفني أن أكون بين مجموعة من شعراء الوطن العربي الذين يعيشون في أوروبا، لنتقاسم وجع الشعر وجع بلادنا، وأيضا لنخلق مساحة من الحب، مساحة من الجمال، مساحة من الحلم. ندعو معنا المستمعين للتحليق على جنح حروفنا، لنذهب بعيدا عن هذا الوجع الذي تعيشه أوطاننا. ستكون مشاركتي طبعا، هناك قصائد عن دمشق، هناك قصائد عن الحب، لأن الحب بالنسبة لي قضية منذ زمن بعيد أؤمن بها، ويعني أسعى من أجل أن أدعو الناس معي لأن نفعل هذه الطاقة، طاقة الحب كل يوم. فأتمنى أن تكون مشاركتي على مستوى المشاركين، وأشكر البيت العربي النمساوي وأشكركم جميعا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا.